السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. أتمنى النهاردة أن انتوا تكونوا بخير وأيامكم كلها خير وسعادة عليكم وعلى أولادكم. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة بس حلوة كلنا بنحبها. هنعمل إن شاء الله الفطير المشلتت الفلاحي على طريقة جدتي وعلى طريقة أمي إن شاء الله، بس طبعا في اختلاف واحد، لأن هما كانوا بيعملوها بالسمنة الفلاحي، لكن أنا هعمل مخلطة سمنة فلاحي على سمنة عادية اللي موجودة عندنا والمتاح عندنا. هنقول المقادير بتاعتنا ونسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا 2 كيلو من الدقيق المنخول زي ما حضراتكم شايفين. دايما انا وانا بحضر بروح نخلة الدقيق، فالدقيق بتاعي جاهز كده. ده 2 كيلو من الدقيق المنخول. معانا كمية هنا من السمنة زي ما قلت لحضراتكم، سمنة عادية، وانا حط عليها قطعة من السمنة البلدي، لان طبعا مش متاح ان احنا نعمله بسمنة بلدي خالص دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه. معايا كمان معلقة صغيرة من الملح. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما حضراتكم شايفين. وهنعجن بمية من الحنفية. ادي كل مكوناتنا. هنبتدي نسمي بالله، نستبعد السمنة دلوقتي. هنبتدي كده نسمي بالله وهنعجن العجين بتاعنا زي ما قلت لكم ميه من الحنفيه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم بنخلط الملح بتاعنا كده بسم الله، وهنبتدي نحط كده كميه من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حوالي بسم الله كوبايه من الميه، وهنبتدي نعجن العجين بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين بسيط خالص، مش محتاج مقادير كتير، بس هيطلع لنا حاجة حلوة قوي. هنحط كمية من المية تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هنحط حوالي كوبايتين من المية، وهنبتدي ان احنا نعجن. بسم الله. هخلص عجن بقى وارجع لكم نشوف هنعمل ايه في المرحلة دي، لان انا اللي بصور فمش مالكة، بصور بايد وبعمل بايد، فهعجن كده وارجع لكم تاني لما اخلص العجينة بتاعتنا. خلاص العجينة بتاعتنا يا بنات، هنبتدي ان احنا نعملها كور كده اكبر من حجم البيضة شوية. عندنا هنا صينية حطينا فيها كده رشة زيت. هنبتدي نحط الكور بتاعتنا، نكور الكور بتاعتنا. بسم الله. عايزين الكور بتاعتنا اكبر من حجم البيضة شوية. هنبتدي بقى نكور كده، وبعد كده نغطي العجين ونسيبه يرتاح بس لمدة 10 دقايق قبل ما نبتدي فيه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. زي ما شايفين حضراتكم كده. هنخلص بقى المرحلة دي اللي هي بتاعت التكوير ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا بناتنا بعد ما قرصنا العجين كور كده اكبر من البيضة شوية. طبعا دهنينه الصينيه دهنة زيت، ودهناه من فوق دهنة زيت عشان انا مش عايزه اعمل له قشره كده من فوق. هغطيه واريحه لمده 10 دقايق، وبعد كده اول ما احضر الصواني بتاعتي وبعد كده اشتغل فيه معاكم ان شاء الله يبقى احلى فطير ان شاء الله. الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم ان العجينه بتاعتنا طلعت 24 قطعه. هنبتدي بقى نعمل الفطير بتاعنا. دهنا العجينه بتاعتنا كده بالسمن زي ما انتم شايفين كده. بنحط ايدينا على السمنه نفرد بايدينا الاتنين، نفرد لغايه اما العجينه بتاعتنا تتفرد خالص، وبتتفرد بكل سهوله لان احنا سيبناها حوالي 10 دقايق تريح شويه على قد ما نقدر. طبعا احنا لو اتقطعت معانا احنا في البيت مش عند يعني مش محترفين، فده العادي بتاعنا يعني. هنفردها كده زي ما حضراتكم شايفين من بره على جوه، سوري من جوه على بره. مش عارفه ايه الحكايه النهارده امال اتلخبط ليه. على قد ما اقدر افرد، وبالذات
الاطراف دي لازم تتفرد عشان ما تبقاش مكلكعه. على قد ما نقدر نفرد. فردنا زي ما حضراتكم شايفين الفطيره بتاعتنا. زي ما قلت لكم هنقسم ال 24 قطعه. لو عايزين 4 طوابق اوكي، لو عايزين الفطيره 5 طوابق ماشي. هنبتدي نلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلم كده ونحط سمنه، والطرف التاني وهنحط برضو سمنه. زي ما انتوا شايفين كده لمينا الفطيره بتاعتنا. هنحطها على جنب ونفرد اللي بعدها. هندهن سمنه الاول زي ما حضراتكم شايفين كده، ونجيب قطعه تانية وهكذا. ال 24 قطعه بتوعنا. زي ما قلت لكم لو عايزين تعملوا 4 طبقات اوكي، عايزين تعملوا الفطيره 5 طبقات اوكي. وبنفس الطريقه كده من جوه على بره. هنخلص بقى المرحله دي عشان ما نضيعش وقتكم، وهنرجع لكم تاني. العجينه زي ما انتم شايفين بتتفرد بكل سهوله معايا. تاخدوا ايديكم في السمنه، ومن بره من جوه على بره، من جوه على بره لغايه ما تفرد معاكم. هوريكم بقى بعد ما تتفرد الطبقه دي هنعمل ايه فيها. زي ما انتم شايفين كده الطبقه التانية خلصت معانا. هنحط الفطيره اللي احنا قفلناها وهنعمل كده عليها. نحط سمنه كده. روح الفطير السمنه يا بناتنا كده، وهنحط سمنه برضو. ايديكوا على طول في السمنه. هنعمل كده وهنعمل كده وهنركنها على جنب لغايه ما نوصل لل4 طبقات او ال5 طبقات اللي احنا عايزينها. يعني هنخلص بقى الكميه بتاعتنا كلها كده، وبعد كده هنحطهم في الصواني. ولازم واحنا بنحطهم في الصواني قبل ما نحطهم في الفرن نريح عجينتنا برضو شويه بتاع ربع ساعه ولا حاجه، عشان اول ما نيجي نفرد تتفرد معانا بسرعه. يعني اول ما نحطها كده تروح مفروده معانا بسرعه. هنخلص بقى المرحله دي كده ونرجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا ويا ولادنا، خلاص خلصنا الفطير بتاعنا. زي ما انتم شايفين فردناه، اتفرد معانا بسرعه لانه طبعا ريح. هنبتدي باول واحده احنا عملناها اللي هي دي اللي هي قدامي. هي دي اول واحده عملناها. لازم نعرف كده بالترتيب. دي اول واحده، ودي تاني واحده، ودي تالت واحده. بسم الله ما شاء الله هم عملوا 5 فطاير حلوين كبار. هنحط بقى اول واحده في الفرن كده ونشوف. طبعا حطينا رشه سمنه فوق الوش واحنا بنفرد، ما تنسوش التكه دي. وهندخل بقى اول واحده عملناها اللي هي دي اللي احنا معلمينها بالترتيب كده. يلا معايا على الفرن. ودلوقتي رجعنا لكم عشان نوريكم الفطير بتاعنا اللي في منتهى الجمال. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. ال2 كيلو طلعوا لنا حوالي 5 فطيرات. زي ما انتم شايفين ده التخن بتاع الفطيره جميل جدا. طري. بصوا طري ازاي، منتهى الجمال بس سخن. انا حبيت اوريكم الفطير بتاعنا النهارده الجميل ده المشلتت في منتهى الجمال. تسويته حلوه قوي. يا رب يعجبكم ونور رضاكم. جميل 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 في منتهى الجمال. ده النهارده كانت الاكله بتاعتنا اللي هو الفطير المشلتت. يتاكل جنبه ايه؟ يتاكل جبنه قديمه، يتاكل عسل بطحينه، اي حاجه انتوا عايزينها، جبنه عاديه. زي ما انتوا شايفين الجمال بتاعنا وبتاع الفطير بتاعنا. دلوقتي هنتفرج على الفطير بتاعنا كده، وهنحاول ان احنا نفتح لكم واحده اخر الفيديو، بس نشوف الجمال ده الاول معانا، وانا هفتح لكم واحده بعد كده.
دي النهارده كانت اكلتنا من مطبخ رودي عزومة مراكبية. الف هنا والشفا للي ياكل. واتفرجوا انتوا على الجمال بقى واحكموا الفطير بتاعنا شكله ايه. منتهى الجمال، في منتهى الجمال، تحفة تحفة تحفة. طبعا انتوا شايفين بنفسكم. وده كان فطيرنا النهارده، مع تحياتي مع تحيات مطبخ رودي عزومة مراكبية. وشكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله.